يا ميزان يا اللي واقف في النص دايما ومحتار، اسمعني الخمس دقايق دول. انت الفترة دي حاسس انك شمعة بتتحرق عشان تنور لغيرك، بتوزع من طاقتك على طوب الارض وتيجي على نفسك 100 مرة، وفي الاخر بتلاقي نفسك فاضي وبيتقال عليك ضعيف. لو الكلام ده لمسك كمل للاخر، هات ودنك وخد الخلاصة. الجديد عندك ان كفة الميزان مالت خلاص وتعبت من دور القاضي. في علاقة في حياتك واخدة منك اكتر ما بتديك، انت اللي بتتصل وانت اللي بتعتذر حتى لو مش غلطان. بس الفترة دي ربنا بيقول لك كفاية. الشخص ده بيستغلك عشان عارف ان قلبك طيب وما بتعرفش تقول لا. ابشرك القناع هيقع قريب وهتشوف وشه الحقيقي، ساعتها هتتصدم بس هترتاح. نيجي للشغل، في حق ليك متاكل او مجهودك بيتنسب لغيرك. انت بتشتغل وبيجي واحد تاني ياخد اللقطة والترقية. ليه؟ عشان انت محترم وما بتعرفش تتخانق على حقك. بس اسمع مني، زمن العيب خلص، في رد اعتبار جاي لك لحد عندك. نصيحتي ليك، طالب بحقك بوش خشب. الطيبة ما تنفعش، اكتر حاجة تعباك هي دماغك، مش بتبطل تفكير. 100 سيناريو للموضوع الواحد، اعمل كده ولا ما اعملش. التردد ده مسمم عيشتك ومخليك واقف مكانك. الجديد ان الكون بيجبرك تختار يا ابيض يا اسود، وهتختار صح. ما تخافش، قلبك هيدلك المرة دي. القرار اللي مأجله بقالك شهور خلاص وقته جه. بشرة في السكة، ندعة رزق مش على البال. فلوس كانت ضايعة وراجعة أو شغلانة جديدة. انت طول عمرك بتدي والكون بقى مديولك. بس خد بالك، أول ما الفلوس تيجي هيظهروا لك صحاب زمان. عشان كده بقول لك اقفل بقك وداري على شمعتك. الخلاصة يا ميزان، الفترة دي فترة ولادة جديدة ليك. الطيب اللي بيسكت هيتعلم يقول لأ، اللي بيخاف على زعل الناس هيتعلم يختار نفسه الأول. كرامتك وراحة بالك أهم من أي حد، واللي مش عاجبه الباب يفوت 1000 جمل. قول لي في الكومنتات إيه أكتر قرار مأجله وخايف تاخده، وما تنساش تعمل منشن لصاحبك الميزان عشان يفوق.